ليلة تألق فيها الدون. كريستيانو رونالدو بيفوز على الشباب السعودي 4-0، هدفين لكريستيانو و2 اسيست. بجد مباراة روعة. يعني كريستيانو عامل كل حاجة في الكورة رغم السن الكبير، لكنه بيلعب لحد آخر لحظة ولحد آخر نفس. أخبارنا النهاردة هتبدأ من نادي الزمالك. نادي الزمالك بيعد علشان مجلس إدارة جديد في الانتخابات القادمة. حازم إمام زهق من اتحاد الكورة. يعني جماهير الزمالك بتشتمه وهو في اتحاد الكوره، وجماهير الاهلي بتشتمه. جماهير الزمالك بتقول ده ما عملش حاجه للزمالك، وجماهير الاهلي بتقول ده بيخدم الزمالك. فحازم امام بين فكي رحى. يعني حازم امام مفروم في النص، لا هو عارف يرضي جماهير الزمالك ولا عارف يرضي جماهير الاهلي. فحازم امام مش عارف يعمل ايه. فعشان كده حازم امام بيفكر يسيب اتحاد الكوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد مع قناه الزمهلاوي. لو لسه ما اشتركتش اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد. حازم امام يا جماعه بين فكي رحى. يعني حازم امام خلاص فاض بيه الكيل. جماهير الاهلي ظلماه في اتحاد الكوره، وجماهير الزمالك ظلماه في اتحاد الكوره. فحازم امام بيفكر يخش انتخابات نادي الزمالك اللي جايه، لكن مش على مقعد الرئيس. حازم امام بيفكر يدخل امين صندوق او نائب رئيس النادي، لكن رئيس لا. هيخش مع مين؟ يا هاني العتال، يعني هاني العتال يبقى رئيس وحازم امام يبقى نائب او امين صندوق، يا اما مع عمرو الجنايني ومحمد خالد حسنين. حازم امام بيفكر في الموضوع ده بجد، تفكير جدي، انه يدخل انتخابات نادي الزمالك اللي جايه بالشكل ده، نائب رئيس. لكن رئيس لا، لسه حازم امام ما فكرش يدخل رئيس. مش عارف ليه ما عندوش الجرأه انه يدخل رئيس. الخبر اللي بعد كده برضو من نادي الزمالك، زيزو كان تم وعده من المجلس اللي فات المستقيل انه المجلس هيقعد مع نادي الشباب السعودي ويتفاوض معاه ويخلص الموضوع. عشان كده ابو زيزو سكت وساب الموضوع لمجلس اداره نادي الزمالك. لكن يبدو ان مجلس اداره نادي الزمالك كان بينيم زيزو والده، بينيمه لحد ما الموضوع ينام وزيزو يزهق ويسكت وخلاص، لان الموضوع كان وقف لحد هنا. فدلوقتي في مشكله في نادي الزمالك بالنسبه لعرض زيزو. يعني اللي هو عماد البناني كمان بيقول لك انا مش عاوز عرض من الشباب السعودي، انا عايز عقد. كلام جديد، انا مش عايز عرض من الشباب السعودي، انا عايز عقد. هطلع بالعقد ده على وزير الشباب في وزاره الشباب واقول له في عقد رسمي، عقد مش عرض، جاي لزيزو بمبلغ كذا، 7 مليون دولار، 8 مليون دولار، زي ما يجي 10 ان شاء الله 100 مليون دولار. هطلع على اتحاد الكوره، هطلع على وزير الشباب والرياضه اقول له العقد ده جاي لزيزو، ايه رايك؟ وكمان انا شايف ان زيزو المفروض يمشي، هيحل ازمات كتير لنادي الزمالك وهيستفاد، لان زيزو فاضل له بتاع سنتين وشويه فممكن يمشي فري. الحاجه اللي بعد كده من نادي الزمالك، نادي الزمالك لا دفع فلوس الضرايب اللي بيقولوا انها مبلغ خرافي، 1,200,000,000 جنيه. ايه ده؟ ضرايب نادي الزمالك، الضرايب اللي على الزمالك 1,200,000,000. ايه الكلام ده؟ امال المجلس اللي فات كان بيقول لك ده 70-80 مليون جنيه وهيدفعوا هنعمل وهنسوي. في ده ازاي الكلام ده؟ ازاي وصلت 1,200,000,000؟ ده رقم يا جماعه خرافي. انتوا عارفين انتوا بتتكلموا فلوس قد ايه؟ الزمالك هيدفع ازاي؟ وبعدين اللي هو عماد البناني طلع قال لك هنخفضها هنخليها 400 مليون. طلعت وزاره اللي طلعت الضرايب قالت لك لا في سما ولا في ارض. انتوا بتهرجوا. يعني ايه نخفض من 1,200,000,000 نخفضهم ل 400؟ يعني في 800 مليون مش هيدفعوا. فالضرايب بتاعت اتنططت وقالت لك الكلام ده ما حصلش. حاجه كمان اتقال ان رجال الاعمال هيتدخلوا، ممدوح عباس، واحنا قلنا الكلام ده بصراحه بناء على اخبار حقيقيه واخبار جاده. اتقال ان ممدوح عباس هيدفع غرامه نادي الزمالك، ورجال اعمال هتتدخل وتدفع غرامه نادي الزمالك لسبورتنج لشبونه واتشمبونج ويرفعوا القيد. الكلام ده هيبقى بكره اللي هو الخميس. لكن لا شفنا ممدوح عباس دفع ولا شفنا رجال اعمال دفعوا. هو نادي الزمالك هيفضل كده ملوش صاحب؟ هو نادي الزمالك هيفضل ملوش اهل يسالوا عليه؟ يعني ايه هندفع ونعمل وندفع ونشيل الضرايب وندفع الغرامه وندفع مرتبات اللاعبين والاخر تلاقي المحصله زيرو، بيج زيرو. فاكرين بيج زيرو بتاع مصر لما خدناه احنا بننظم كاس العالم 2010 ولا واحد ادانا صوت ولا دوله ولا صوت؟ فنادي الزمالك سمك لبن تمر هندي ما زال. كمان جماهير نادي الزمالك او الجمعيه العموميه بالتحديد، الجمعيه العموميه في نادي الزمالك هجمت اللي هو عماد البناني زي ما انتوا شفتوا على السوشيال ميديا، واطلع وارحل وامشي اهلاوي والكلام ده. الراجل جه في كل المداخلات وقال لك انا
بعيدا عن انتماء اهلاوي وزملكاوي، انا جاي اخلص مهمه قوميه. نادي الزمالك نادي وطني، وانا جاي اخلص مهمه وطنيه في نادي الزمالك. انا بشوف شغلي، انا بعيدا عن اي انتماءات واي الوان بشوف شغلي. فهل الجمعيه العموميه تجبر وزير الشباب انه يمشي عماد البناني ولا يتنيه؟ طب ليه اصلا ما جاش من الاول اللي هو عماد البناني وليه جبت الدكتور اللي هو حسن موسى؟ طب ما كان من الاول، ما كانتش الناس اعترضت وما كانش حصل الوش ده. فانا شايف ان في تخبط برضو اداري في كل الاصعده، على كل الاصعده. الخبر اللي بعد كده من النادي الاهلي. النادي الاهلي بص شايط من فيتوريا اعلن 4 اسماء من النادي الاهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، مروان عطيه. عاوز ياخد ال4 منتخب. لكن النادي الاهلي بيقول لك لا في سما ولا في ارض، انا عندي بطوله كاس السوبر، انتوا عايزين تضيعوا مني كاس السوبر، فانا عايز اللعيبه دي ما تتاخدش. سيبوا لي محمد الشناوي وسيبوا لي محمد عبد المنعم وسيبوا لي محمد هاني وخدوا مروان عطيه، او العكس خدوا محمد هاني وسيبوا لي ال3 التانيين. فنادي الاهلي عمال بيانات. وفيتوريا يعني معلش انا اسف في الكلمه نفض لكولر، والاهلي بيقول لك لا مش هنبعت اللعيبه لاتحاد الكوره للمنتخب القومي. وانا شايف ان الكلام ده ما ينفعش. ازاي ما تبعتش لعيبتك لمنتخب بلدك؟ من ناحيه ثانيه تلاقي الاهلي عنده حق. ما هو النادي الاهلي دخل على بطوله رسميه وبيمثل فيها مصر. اتحاد الكوره بيقول لك لا المنتخب بيمثل مصر، وانا عايز احافظ على الترتيب. عايز احافظ على الترتيب بتاعي عشان وانا بلعب بطوله الامم الافريقيه الجايه اكون ترتيب كويس بحيث ابقى مجموعه كويسه. ماتش اثيوبيا له حساسيته، انتوا عارفين الوش اللي كان حاصل والنيل والسد والكلام ده، واحنا اتغلبنا هناك، فالماتش ليه حساسيته. ده الكلام اللي دار بين حازم امام وخالد بيبو، ان ماتش اثيوبيا له حساسيته، ولازم ان المنتخب يكسب مباراه اثيوبيا. كمان مباراه تونس لازم نكسبها ولازم. فطبعا الاهلي خايف على محمد عبد المنعم وخايف على لعيبته، لا قدر الله يحصل اصابه فين؟ في ماتش تونس. فالدنيا مش مظبوطه، الدنيا فيها مشاكل. فهل الاهلي ينجح او يرضخ؟ وهل المنتخب ينجح انه ياخد اللعيبه ام يرضخ؟ مع يا جماعه، مش عارفين الدنيا رايحه فين. في قلق حاصل، واتحاد الكوره عامل ند بالند مع النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان بيبعت يقول لك فين عقوبه نادي الزمالك من انسحاب بالسوبر، واتحاد الكوره بيلف على الاهلي وبيقول لهم ماشي حاضر. وهيرجع الاهلي يقول لك ايه؟ طب انتوا هتلعبوا الزمالك ليه في البطوله الرباعيه؟ في بطوله رباعيه هتتعمل من 4 فرق، بطل الدوري وبطل الكاس وتاني الدوري وفريق كمان ممكن الزمالك. كده الزمالك هيلعب في البطوله الرباعيه ومش هياخد عقوبه. فالاهلي برضه عمال يضغط، انتوا ما اديتوش عقوبه نادي الزمالك ليه؟ لكن احنا قلنا ان خلاص بقى مجلس اداره نادي الزمالك يا جماعه اللي هو كان عامل مشاكل مع النادي الاهلي مشي، فخلاص بقى حتى لو نادي الزمالك لعب يا عم حلو عشان البطوله تبقى حلوه، ما تلعبوا يا عم وتكسبوا تاني. انتوا زعلانين، انتوا عايزين الزمالك يوقف ليه؟ ما تلعبوه وكسبوه تاني. ففي دوشه وفي وش وفي وجع دماغ في مشاكل، فاحنا مش عارفين الايام اللي جايه هتودينا على فين. في نهايه الفيديو ما تنساش لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.